بصراحة مفيش دم. دي الجملة اللي بتتقال في أوساط اقتصاد أسواق المال العالمية من 4-5 أيام يوم الجمعة 20 إبريل. اتسأل كيفن هاسيت. كيفن هاسيت هو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي. الصحفيين قالوا له هو ممكن ترامب يشيل جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي؟ فرد وقال إن ترامب وفريقه بيدرس إمكانية ذلك. طبعا دي مصيبة. رقم واحد هيبقى خلاص مفيش استقلالية للفيدرالي الأمريكي، وبالتالي هيفقد الدولار مصداقيته، لأن من مزايا الاقتصاد الأمريكي إن في استقلال ما بين الفيدرالي الأمريكي وما بين الرئاسة الأمريكية. عشان كده الدولار يعتبر العملة الاحتياطية رقم واحد على مستوى العالم. واللي حصل فعلا من يوم الجمعة بعد التصريح السخيف من كيفن هاسيت ده إن صناديق التحوط على مستوى العالم بدأت تتخلص من الدولار قدام أي عملة أخرى. علشان كده فعلا مؤشر الدولار نزل لحوالي 98 تحت ال100. رقم اتنين، لو فعلا ترامب شال باول، أول حاجة هيعملها على طول ترامب هيخفض الفايدة، لأن هو وجه نداء إلى باول يوم الجمعة اللي فات أن عليك تخفيض الفايدة الآن. يبقى كده الذهب هيكمل صعود تاريخي ممكن لمستويات ال 4000 أو ال 5000 حتى دولار.